السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وهكلمكم النهاردة عن الموسيقار فريد الأطرش والسندريلا سعاد حسني وحلم لم يتحقق. الفنان فريد الأطرش منذ ظهور سعاد حسني في عالم السينما وهو يحلم أن يجمعهما فيلم واحد باعتبارها لون فني جديد ومميز عن جميع بطلات أفلامه السابقين، أمثال مديحة يسري وهند رستم وفاتن حمامة ومريم فخر الدين. وظل يراود هذا الحلم، وفي عام 69 عند الإعداد لفيلم زمان يا حب إخراج عاطف سالم وجدها فريد فرصة أن تشاركه سعاد حسني البطولة، وعرض عليها أن تشاركه بطولة الفيلم، فقالت له سعاد حسني: اديني وقت أشوف ظروفي ووقتي هيسمح ولا لأ. وبالفعل أخذت تفكر في هذا الموضوع وسألت أختها المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، فقالت لها نجاة: فيلم زمان يا حب هيتزامن عرضه مع فيلم أبي فوق الشجرة بطولة عبد الحليم، وكده عبد الحليم ممكن يزعل. فأخذت سعاد حسني بنصيحة أختها نجاة واعتذرت عن بطولة فيلم زمان يا حب، وراحت البطولة للفنانة زبيدة ثروت. ولكن لم ييأس الفنان فريد الأطرش عن تحقيق حلمه في أن تكون سعاد حسني بطلة أحد أفلامه. وفي عام 1974 وبعد توزيع الكؤوس في حفل كأس مجلة الموعد وإطفاء الشموع، أمسك الموسيقار الراحل فريد الأطرش بيد السندريلا وانتحى بها جانبا، وأخرج من جيبه ورقة فئة 5 جنيهات ووقع عليها، ثم أعطاها لسعاد حسني والتي وقعت عليها أيضا، وكان ذلك بمثابة تعاقد بينهما على أن تحقق أمنية فريد وتشاركه بطولة أحد الأفلام، ووعدته أنه بعد 7 أشهر ستفعل ذلك، حيث أنها مرتبطة ببعض الأعمال السينمائية في تلك الفترة. ولكن الموسيقار فريد الأطرش لم يمهله القدر لتحقيق هذه الأمنية، ورحل في يوم 26 ديسمبر عام 1974. رحمة الله على موسيقار الأزمان فريد الأطرش. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.